الرئيس اتكلم اول شيء على جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي. جامعة الكويت للأمانة جهودها طيبة ومستوى التعليمي جيد، ولا زلنا نأمل بأن وهم الآن ماشيين في طريقة الاعتراف الأكاديمي بالتعاون مع كليات معتبرة ولها سمعتها العالمية ومستواها العلمي والتقني العالي. نأمل أن يستمروا في هذا الأمر وأن يحرصوا على يعني الجد والاجتهاد في إنهاء مدينة الجامعية وعلى أساس قانوني مثل ما قررت، يعني بحيث لا يكون في هناك اختلاط، لأن هذا أمر أساسي. وأن يحرصوا على أن تكون مستوى الجامعة بالمباني والوسائل التعليمية والمواقف وأمور كثيرة جدا في تجارب سابقة للأسف يعاني منها الطلبة والأساتذة والإدارة يتلافونها في المبنى الجديد حتى لا تعود الأخطاء مرة أخرى. الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الأخ الرئيس، للأمانة الجامعة قاعدة تتطور بصورة كبيرة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي قاعدة تتأخر بصورة يعني ملفتة للنظر. كونها ما تطور معناها قاعد تتأخر، العالم قاعد يتقدم. الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الأخ الرئيس تصور لا زال أجهزة الكمبيوتر اللي عندهم أجهزة قديمة وتتعطل، ولا زال الطلبة لا يستطيعون التسجيل بواسطة الانترنت. الجامعة صار لها سنوات طويلة الطالب في بيته يدخل على موقع الجامعة ويضع رقمه المدني او رقمه الجامعي ويسجل ويسحب ويضيف ويطلع برنت اوت لجدول الدراسي، يدفع رسومه وياخذ جدوله. التطبيق يا اخي الرئيس لا زالت بصورة بدائية يدوية، تكاد تكون يدوية، ويعاني الطلبة الامرين في التسجيل. مستوى التعليم يكفي ان حكومة الكويت جهة رسمية وزارة رسمية يا خريجين تطبيقي في السكرتارية رجعوهم لأنهم يعلمونهم على الآلة الطابعة القديمة، ما يعرفون يستخدمون أجهزة الكمبيوتر. يعني تتكلم عن هيئة عامة التطبيق تريد أن تطور التعليم الفني والمهني، خريجينها يرجعونهم مرة أخرى لأنهم ما يعرفون يستعملون الكمبيوتر، يعلمونهم على الآلة القديمة. وقيس عليها الأخ الرئيس مستوى التعليم مستوى الخريجين قاعد يشتكون منه. حتى مستوى التعليم أنا ما ألوم الطلبة ولا ألوم الأساتذة، دائما الإدارة إذا كانت ناجحة تعالج القصور وتحمل الطلبة والأساتذة على التطوير والتطور. بس الإدارة إذا كانت مركزية بطيئة إمكانياتها محدودة راح تجر الجميع تحت. لذلك الأخ الرئيس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للأمانة وزير التربية غير موجود لكن لعله يسمع صوتي، أطلب منه أن يدرس بإنصاف شنو وضع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ويدرس مستوى خريجينها ويقرأ تقارير الموجهين في التعليم العام عنده في وزارته عن مستوى خريجين وخريجات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. أنا ما ألوم الطلبة، أنا ألوم الإدارة. الأخ الرئيس أكثر من أن الحكومة تستقبل سكرتارية وترجعهم مرة ثانية بالمئات لأنهم ما تعلموا صح. وسائل التعليم الأخ الرئيس وسائل التقنية سنويا تطور، ولا زال الأخوة في التعليم التطبيقي وسائلهم التعليمية قديمة جدا. يجي الخريج يجد العالم سبق بمراحل وهو لا زال يتعلم على وسائل تعليمية قديمة. مباني متهالكة، ربما المباني الجديدة الآن المجمع اللي في الشويخ، لكن بالنهاية أنا أرى الإدارة تحتاج إلى إعادة نظر. أنا أقول الله كل احترام لهم، ما بيني وبينهم أي شيء الحمد لله وعلاقتي زينة وياهم، لكن أتكلم مصلحة الكويت. سألوا القطاع الخاص والقطاع العام ما هو مستوى خريجي تعليم تطبيقي، سألوهم تجدون مستوى خريجي تعليم تطبيقي متدني ضعيف، ياخذ جيد جدا بالشهادة تعال اختبره تجده ضعيف. مو مسؤوليته، مثل ما قلت مسؤولية الإدارة، ولا أدل على ذلك أنهم لا زالوا إلى الآن يعانوا الطلبة حتى من التسجيل. يعني أنت تقيسها من أول شيء إذا الأمور البسيطة لا زالوا لم يطورونها فما بالك بالأمور الأعظم والأقوى والأصعب. الأخ الرئيس الجهات الأخرى أنا بدأت أتكلم بالمجلسنا والجامعة والتعليم التطبيقي لأني أنا أعتقد قناعة تامة أن التعليم هو أساس نهضة البلد، لأن التعليم أساس لبناء الإنسان الكويتي.